احنا اول قناة تعليمية بنجمع الكلمات كلها بالاغاني من اول جريد 1 لغاية جريد 6. تمام كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة ستة، عاملين ايه واخباركم ايه؟ ومعانا النهارده بقى اغنية جديدة، قصدي درس جديد. ما احنا كل درس بناخده بنجمع فيه الكلمات بتاعتنا انها تكون اغاني. قبل ما نبدا مع بعض لازم باذن الله تعملوا لنا اشتراك، وكمان تفعلوا زر الجرس واللايك يا جماعه، مهم لرفع الفيديو قوي. لايك 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 لايك، عشان احنا بتعب جدا جدا في تاليف الاغاني دي. فانا مش طالبه منكم غير لايك، ولا طالبه اي حاجه تانيه، لايك واشتراك في القناه. تمام، يلا بينا. فايتنج يعني خناقه، جولري مجوهرات، بيردي يعني لحية موجودة عند الولاد. فايتنج يعني خناقة، جولري مجوهرات، بيردي يعني لحية موجودة عند الولاد. فايتنج يعني خناقة، جولري مجوهرات، بيردي يعني لحية موجودة عند الولاد. ابنة يعني daughter، فضي يعني silver، وعندنا tools، يلا بينا يا مستر. ابنة يعني daughter، فضي يعني silver، أدوات تبقى tools، يلا بينا يا مستر. ابنة يعني daughter، فضي يعني silver، أدوات يعني tools، يلا بينا يا مستر. ابنة يعني daughter، فضي يعني silver، أدوات تبقى tools، يلا بينا يا مستر. بيشتغلوا بإيدهم، دول craftsmen، يبقوا craftsmen. عندي هنا دقن، هو دقني يعني chin، دقني يعني chin. تاني، بيشتغلوا بإيدهم، يبقوا craftsmen، يبقوا craftsmen. وعندي هنا دقن، ودقني يعني chin، ودقني يعني chin. زينة decoration، are the presentation، are the presentation. تاني، زينة decoration، are the presentation، are the presentation. تاني، زينة decoration، are the presentation، are the presentation. عندي شوية كلمات ملهمش هنا أغنية، هنقولهم هنا مع بعض أنا وأنت وهو وهي. عندي شوية كلمات ملهمش هنا أغنية، هنقولهم يلا مع بعض أنا وأنت وهو وهي. يلا يا سلسلة، بسرعة بسرعة بسرعة، عاملين إيه وأخباركم إيه؟ ويلا بسرعة هنبدأ مع بعض الكلمات. أول كلمة عندي كلمة trade، تجارة. trade trade trade، ورايا بقى، قول ورايا ها. trade trade. تمام. الكلمة اللي بعدها metal، وفي ناس تقولها metal 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 يعني معدني، معدن. تمام. اللي بعدها tears، برافو عليكم. tears 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 tears. تمام. بسرعة بسرعة بسرعة، يعني دموع، معلش نسيت. tears، بصوا ما عنديش tears أنا خالص، ما عنديش tears. يلا، احنا قلنا tears tears. اللي بعده بسرعة weapon، weapon يعني سلاح. weapon، تا 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 تا، weapon weapon. مش سامعاكم انتوا بتقولوا ورايا سنة ستة. weapon weapon. ايه اللي بعده؟ يلا. economy، economy يعني اقتصاد البلد مثلا، ودي كلمة مهمة جدا. economy economy. اللي بعده عرفناه في قلب أغنية من شوية. يلا.
daughter. برافو عليكم. daughter. لاحظنا ان ال A U بتبقى O والجي اتش هنا مش بتتكلم. daughter يعني ابنة. I have one daughter يعني أنا عندي بنت واحدة. تمام؟ daughter لا ما عنديش صبيان، عندي بنت واحدة. daughter. daughter. برافو. اللي بعدها بسرعة. اللي بعدها بسرعة يلا. ما تخضش. castle يعني قلعة. castle. castle. حرف التي مش بيتكلم. castle. castle. اللي بعده ومهمة جدا هما كلمتين. golden touch يعني اللمسة الذهبية. مش أنا، هنعرفها كمان شوية. golden touch ما اسمهاش golden touch. golden touch. golden touch. golden touch. تمام؟ يلا بسرعة نبدأ. نبدأ اللي بعده يعني. strange looking goat. strange looking goat. المعزة اللي هي غريبة المظهر. تمام؟ يعني شكلها غريب. strange looking goat. اللي بعده. تمام زي ما انتم شايفين كده. fighting خناقة أو شجار أو عراك. fighting. 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 نشوف اللي بعده بقى. شوف اللي بعده بقى. يلا اللي بعده. نجي من هنا. beard. beard يعني لحية. لحية اللي هو دقن بس دقن مشعر. دي عارفينها مش دي ما عنديش طبعا. beard. 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 اللي بعده. بام. بصوا شايفينها دي؟ rose garden يعني حديقة ورد مليانة ورود. rose garden. rose garden. rose garden. تمام. اللي بعده. يلا. decoration. احنا عارفين ان TION ما تبقاش حل. تمام. decoration يعني زينة أو تزيين. decoration. 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 على فكرة هتستفيد كتير لما تقول ورايا ويعني واكتر تعبير على انك معجب بالفيديو اعملي لايك. على فكرة يا جماعة أنا عايزة بس أقول لكم حاجة بس نقطة صغيرة قد كده سواء اللي بتتفرج عليها أم أو طالب. اللايك هو اللي بيرفع لي الفيديو واللايك ده مش بيبان حتى عندي أنا مين اللي عمل اللايك. يعني حضرتك لو عملتي لايك مش هيبان لا ليا ولا لغيري مين اللي عمل اللايك. تمام؟ يعني أنا مش عايزة غير لايك بس مش عايزة حاجة تانية. تمام؟ اللي بعده يا جماعة silver. silver يعني فضة حاجة زي كده. silver. برافو عليك. tools. يلا بسرعة كلمة عبيطة. tools يعني عدة. أي عدة في العدة دي اسمها tools. art يعني رسم أو لوحة فنية. art لوحة فنية. chin دقن. chin. يلا الكلمة اللي بعدها عشان دي مهمة وفي نفس الوقت أنا هقولها بالراحة. pray. yes. practice يعني ثمين. حاجة ثمينة كده حاجة قيمة. تمام. practice. قول ورايا ودوس اللايك واشترك في القناة. practice. بسرعة. اللي بعده reward يعني مكافأة. أنا بديلك مكافأة. تمام. reward. أيوة تمام. لو معاك كشكول وقلم يا ريت تكتب ورايا والله ده الأحسن يعني. اللي بعده iron يعني حديد. iron. اللي بعده craftsman يعني حرفيين ناس بتشتغل بإيديهم. craftsman.
الكلمة الكبيرة أنا بعمل إيه؟ بلم نفسي كده بقسمها لكم ظبطها لكم وأنتوا ما تبخلوش عليا باللايك. craftsman. اللي بعدها ماسك، قناع. ماسك. خطوط، خط التليفون، خط أي خط. lines. خط lines. اللي بعدها وش، يعني أمنية، مش سندوتش، لا وش أمنية يعني أمنيتي إن أنا with my best wishes، يعني مع أطيب تمنياتي. وش مش وش، لا وش. اللي بعدها presentation يعني عرض مسرحي، تمام؟ بيقدم عرض مسرحي. presentation هو عرض مسرحي. يلا آخر كلمة عندي jewelry، يعني مجوهرات. jewelry. وصلت لغاية هنا؟ ما عملتش لايك؟ انا عارفه لازم افكركم كل شويه، معلش اعمل لايك ودوس على اشتراك، ويا ريت لو تقدر ان انت تعمل شير يبقى كتر الف خيرك وبسرعه. بصوا يا جماعه، صلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، تمام؟ انت دلوقتي عارف حاجات عن الباست سيمبل، طنشها. انت جالك قبل كده باست سيمبل، طنشه. بصوا انا هقول لكم على حاجه باذن الله ان شاء الله هتخرج من الحصه دي وهتفهم يعني ايه بيست، وهتحل على اي سؤال هيجيلك، بس تركز معايا الخمس ست دقايق اللي انا هكلمك فيهم دول، تمام؟ مش طالب منك غير كده، دوس اللايك بتاعك، ماشي؟ 5 6 دقايق بس كده وخلاص، ماشي؟ اعتبر نفسك انت ما بتعرفش اي حاجه عن الباست، اي حاجه خلصت عن الباست ماليش دعوه بيها، ولا كاني عرفتها قبل كده، ولا كانها اتشرحت لك، خلاص كده؟ يلا بينا. مبدئيا يعني ايه باست سمبل؟ باست مالناش دعوه بالسامبل دي. باست يعني حاجه خلصت. طيب انا قدامي واحد اجنبي وعايزه اقول له انا خلاص خلصت، يا عم خلصت، يا سيدي خلصت، هو مش فاهم. اعبر له ازاي ببقي كده، اتكلم ازاي ببقي كده واقول ايه ان انا خلصت، تمام؟ او اكتب له جمله ازاي ان انا خلصت. طيب نتكلمها بالعربي الاول. دي مثلا علي يذاكر، معلش انا ضد العربي، بس انا في حاجه يعني سوري انا اسفه، مش ضد اللغه العربيه، ولكن ضد ان انا اكتب انجليش في عربي كده، بس انا في حته صغنطوطه عايزه افهمها، ماشي؟ وهنا علي ذاكر، ما انا مش عارفه ان كان دي كده صح ولا غلط، بس عادي. علي يذاكر، حطيت حرف الياء عشان ابين اللي قدامي ان لسه علي بيذاكر. طب هنا شلت حرف الياء عشان اقول له ان علي خلص خلاص. اتفقنا كده؟ علي ذاكر الحمد لله وخلص. طيب كده انا حولت الفعل من مضارع لماضي، صح؟ ان انا شلت له حرف الياء. خلاص كده يا جماعه؟ تمام. طب ازاي بقى ان انا اعملها بالانجلش؟ مش هشيل ياء طبعا، مش هحط ياء. بمعنى اصح، ازاي هحول الفعل من مضارع لماضي في الانجليش؟ ماشي؟ سهله جدا اهي. ماشي؟ هحط له دي او اي دي او اي اي دي، وركز معايا ومحدش يتكلم معايا. لما اكون بشرح لو سمحت. ركز بس معايا وخلاص، مش عايزه منك غير ايه؟ تركيز 5 دقايق بس. وبعد كده اطفي الفيديو وامشي، تمام؟ احول الفعل من مضارع لماضي، احط له دي او اي دي او اي اي دي. مش فاهمين؟ مش مشكله. فيرب عندي فيرب walk يعني يمشي. walk يعني بيمشي. خلص مشي، مش عارفين لسه، والله مش عارفه خلص ولا لسه. بجيب فيرب walk اهو واروح احط له ايدي، بقت walk يعني خلاص مشي. اتمشى قصدي، سوري، اتمشى خلاص مشيان. امال هو بيعمل ايه دلوقتي؟ معرفش والله، ماليش دعوه. ايوه انا معرفش علي بيعمل ايه. تمام؟ ماشي كده؟ تمام. زي مثلا عندي هنا سوري play يعني يلعب.
طيب انا عايزه اخليه ماضي، اقول ان انا خلصت لعب بقت played. مفيش اسهل من كده، سوري، مفيش اسهل من كده. حولت الفعل من مضارع لماضي، حطيت له ايدي. خلاص تمام. ركز معايا كده في الحته دي. لو الفيرب اخره اي زي الفيرب ده او ده كده، زي فيرب موف مثلا، فهو اخره اي، فانا اروح حاطه له دي بس. موف بقت moved، bake بقت baked. سهله جدا، يعني مش هو عشان اخره ايه فانا احط له ايه دي، لا، هحط له دي بس. سهله جدا اهو. تمام. نمبر 3، الفعل اخره واي وقبله حرف ساكت، بشيل حرف الواي واحط اي دي. تاني، الفعل اخره واي وقبله حرف ساكت. ساكت. انتي مسمياه ساكت يا حنين؟ ايوه انا اللي مسمياه ساكت. في اي حته تانية هيقول لك ساكن، لكن احنا بنسميه ساكت. ليه ساكت؟ مش بيتحرك. ايه هي الافعال، ايه هي الحروف اللي بتتحرك؟ 5 هقول لكم دلوقتي. المهم احنا عارفين ان الحروف المتحركه، الجزء ده احنا عارفينه قبل كده، الحروف المتحركه A E I O U، دي الحروف المتحركه مالناش دعوه بيها. خلاص. اي حرف غير دول اسمه حرف ساكت. تمام. like verb study cry. cry يعني صرخ. طيب انا عايزه اخليه ماضي، خلاص هو خلص صريخ. حرف الواي وقبليه حرف ساكت. حرف الواي وقبليه حرف ساكت. ساكت يعني مش من الحروف دي، ساكت يعني مش من الجروب ده. خلاص كده. قبليه حرف ساكت، بشيل الواي واحط اي دي. بشيل الواي واحط اي دي. بقت cried. والله سهله جدا. study اخره حرف واي وقبليه حرف ساكت، بشيل حرف الواي واحط اي دي. بقت study اهي. شيل الواي واحط اي دي. studied. يا رب تكونوا فاهمين. تمام كده يا جماعه. يبقى نرجع لموضوعنا. ازاي احول الفيرب من مضارع لماضي، من present into past؟ لازم احط دي اي دي او اي اي دي. نقول تاني، نشوف تاني الجزء ده. ثانية واحدة امسح البورد وارجع لكم. يلا يا شباب. I play in the garden، ده مضارع اصلا. I play in the garden، ده مضارع. تمام. play. عايزاها ماضي، هتبقى I play اهي واحط لها اي دي، بقت played in the garden. سهل جدا على فكرة. past. they studied حرف الواي وقبليه حرف ساكت. I English. سهلة جدا صح؟ they studied English. حاجات في منتهى السهولة يا جماعة. تمام. نكمل. يلا يا جماعة. هل يا مس حنين كل الأفعال بجيبها وبحط لها دي أو إي دي أو أي إي دي فبتبقى خلاص خلصت وماضي وكده؟ لا يا حبيبي. هو انتوا كلكم يا اللي قدامي بتسمعوا الكلام؟ كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو دي دلوقتي بتسمع الكلام؟ سواء كنت كبير أو صغير تسمع الكلام؟ تمام؟ تسمع الكلام؟ واللي جنبك بيسمع الكلام؟ واللي في الفيديو الناحية التانية بيسمع الكلام؟ لا طبعا، مش كلكم بتسمعوا الكلام، صح؟ فبرضه الأفعال مش كلها بتسمع الكلام. في أفعال ما بتسمعش الكلام. في أفعال ما بترضاش يتحط لها ولا دي ولا إي دي ولا أي دي، ما بيسمعوش الكلام. هيقرفونا في عيشتنا. اسمها الأفعال الشاذة اللي ما بتسمعش الكلام. الأفعال مين؟ الشاذة اللي ما بتسمعش الكلام. متفقين مع بعض؟ تمام. like verb go معناها يذهب. go
جو. انا قلتها جو كده ليه معرفش. جو معناها يذهب، معلش. جو جو بقت went ذهب. بصوا اتغيرت خالص. ايه ده؟ يعني مش هينفع احط جو واجيب جو واحط لها دي او ايدي؟ لا لا لا، ما اسمعش الكلام، ما اسمعش الكلام. طيب كلمة sleep يعني ينام. انا عايزه اقول ان هو نام. slept نام، ما بيسمعوش الكلام. نام slept. eat ياكل. ياكل بقت ate اكل. طيب drink يشرب بقت drank شرب. ممكن تنقلوا الحاجات دي لو حابين او تعملوها سكرين شوت. تمام كده يا شباب؟ يبقى يا حبايب قلبي في افعال بتسمع الكلام، في افعال ما بتسمعش الكلام. تمام؟ الافعال اللي ما بتسمعش الكلام دي يا شباب، الافعال اللي ما بتسمعش الكلام دي اسمها الافعال الشاذه. مش ممكن هنحط لها ولا دي ولا اي دي ولا اي دي. طب هنعمل في حضرتها ايه؟ هنحفظها بعد اذنكم يعني. يلا يا شباب. they go to school. they go to school. طب انا عايزاها خلاص راحوا المدرسه، هتبقى they. برافو عليك يا حبيبي، برافو بجد، سامعاك من هنا. went to school. سهلة عبيطة يعني. they went to school. لغاية كده مفهوم؟ حط لايك. مفهوم؟ حط لايك. طب ما فهمتش؟ حط لايك واكتب لي تحت في التعليقات ان انت ما فهمتش الجزء كذا وانا اشرحه لك تاني. ما هو انت معايا هنا في درس برايفت زي ما قلت لك. اتفقنا كده؟ تمام. طيب سيبك من اللي انا رسمه ده. انا عايزه اقول ان انا ما نمتش، انا ما اكلتش، انا ما شربتش، انا ما ايه ما ذاكرتش. شاطر والله، جميله جميله جدا. تمام. مش دي معناها didn't. بنقولها زي الولاد الحلوين الصغنانين اللي مش فاهمين. didn't حوش شعرها دايما منكوش. 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 تمام كده؟ didn't يا خبر ابيض، شعرها دايما منكوش. مالها بتعمل ايه؟ بتعمل ايه didn't دي اصلا مقرفه كده. مالها يعني بتعمل ايه؟ بترجع الفعل لاصله. بتاكل منه الدي او الاي دي او الاي اي دي، تروح مرجعاه. تعالى لي هنا حبيبي، دخله في المكنه بتاع الديدنت. دخل في مكنه الديدنت، رجعه زي ما كان. بناخده بندخله في المكنه بتاع الديدنت وبنرجعه زي ما كان. مش فاهمين؟ تعالى. they played football مثلا يعني. طيب هما لعبوا كورة. طب أنا عايزة هما ما لعبوش كورة، هتبقى they. ركزوا كده معايا. didn't بجيب الفيرب وارجعه زي ما كان، بدخله في قلب المكنة بتاعت مين؟ didn't ومشعر منكوش. play بس يا حنين، play بس يا حنين football. عملت ايه؟ didn't اهي ومشعر منكوش. عملت ايه؟ خدت الفيرب سوري، وعملت ازاي؟ رجعته زي ما كان. ماشي؟ نشوف تاني. يلا يا شباب نشوف تاني اهي. I went to school. أنا ذهبت إلى المدرسة. تمام؟ هتبقى أنا عايزة أقول ما ذهبتش للمدرسة، هتبقى didn't مش على منكوش. ركزوا. went بقيت جو. ما انتوا تخيلوا كده المكنة معايا يعني. جو ايه ده؟ went عملنا لها بقيت جو على طول. حطيناها في قلب المكنة رجعت زي ما كانت جو. to school. ما احنا didn't لازم احط بعديها الفيرب ايه؟
ينضف ويرجع زي ما كان. لغايه كده فهمتوا؟ حط لايك، قدر تعبي وحط لايك. ركز معايا يا جميل. did هي اخت didn't عشان تكونوا فاهمين. يعني لما تكون did برضو موجوده في قلب الجمله لازم تعمل للفيرب ازاي؟ تمام كده؟ تمام. did he go to school؟ هل هو راح المدرسه؟ كده يا حنين دي جو ديت مضارع. ايوه ما تنساش، ما احنا قايلين جو رجعت زي ما كانت. تمام. جو الماضي بتاعها went. تمام. تعالوا كده نجاوب مع بعض. طب نسيت اقول لكم ان لما بيبتدي السؤال بديد فانا الاجابه عندي بيس اور نو. اتفقنا كده؟ يس هي ايوه هو went to school. استغفر الله العظيم يا رب. ايه يا حنين ده انت عماله تلخبطينا ليه؟ ما انا هقول الجمله دي ما فيهاش دي did سوري ولا didn't صح؟ فالفيرب خلاص بقى بنرجعه ماضي. تمام؟ طب لو no هي طبعا احنا عارفين ان no لازم يجي معاها نيجاتيف. تمام؟ No he didn't go to school. يا حنين انت عماله تلخبطي بينا ليه؟ هقولك عشان هنا في didn't فلازم احط go ما احطش went. اتفقنا كده؟ نقول من تاني عشان ما تتلخبطوش. Did he go to school؟ هل هو ذهب للمدرسة؟ لو yes ما بنحطش didn't يا جماعة. no بس اللي بنحط معاها didn't. تمام؟ no هي اللي بنحط معاها didn't. yes he go هتبقى went هرجعها بقى ماضي بقى. تعالي خليكي ماضي to school. طب لو no طب هو انا اصلا رجعتها ماضي ليه؟ عشان السؤال بيبتدي بديد يعني ماضي. امال انا ما حطيتش الفعل في الماضي هنا ليه؟ علشان هنا في ديد برضه في السؤال. يا اخويا واقفه كده ديد لا منها مخلياني ماضي ولا منها ما مخليانيش ماضي، خلياني جو. اذا انا ماضي انا خليني جو ليه؟ تتكلميش تمام؟ نو لو نو بقى نو he didn't go to school. تمام. نشوف مثال تاني عشان ركز كده. did he play football؟ play الماضي بتاعها played عشان ما ننساش بس بحطها هنا عشان انا ما انساش. طيب السؤال عندي ابتدى بديد يبقى الاجابه يس او نو حاجه من الاثنين على حسب هو هيطلب مني طبعا. يس ثانيه واحده. يس بشيل ديد اهي في يس بشيل ديد خالص بتريحنا من اعرافها. يس هي played عشان انا مش هحط ولا did ولا didn't football. طب no ما ينفعش ما احطهاش. no he didn't ما احنا قايلين ان no لازم يكون معاها didn't. play عادي بقى زي ما هي وخلاص. خلينا متفقين يا حبايبي ان كلمه did او didn't خلينا متفقين ان كلمه did او didn't لما تكون موجوده في الجمله سواء بقى في الاول في النص في الاخر يبقى لازم ان انا احط الفعل نضيف ولا في دي ولا اي دي ولا اي حاجه وكمان ايه برجعه اصلا. اتفقنا؟ تمام؟ طيب لو مفيش زي مثلا عندي هنا ياس مثلا زي مفيش يبقى احنا نعمل ايه؟ هنرجعه برضو ماضي. Yes he played football. طب لو no he didn't play football. اتمنى تكون وصلتكم المعلومه. معلومه كده عشان سنه سته مؤقتا بس وبعد كده هشرح لكم تكوين السؤال نفسه والاجابه بتاعته وكده. اتفقنا؟ Where did he go؟ where معناها اين وبتسال على مكان. ايه ده؟ برسم شنطه بتسال على مكان ما بعرفش ارسم. خلاص كده؟ Where did he go؟ خلاص؟ اين ذهب؟ انا عايزه اقول مثلا to school وخلاص. to school يعني للمدرسه. بس تعالوا كده نجيب
نجيب الجمله من الاول، هتبقى هي. خلي بالنا ان الحرف الاول لازم يكون كابيتال ليتر طبعا. هي بدل جو هتبقى went to school. اللي انت عملتيه ده يا حنين، ركز معايا في ديد دي يا جماعه. احنا قايلين لو ديد موجوده في اي حاجه في الجمله، في الاول في النص في ثالث كلمه رابع كلمه، لازم الفعل يكون ايه؟ مضارع. بشيله كده، بشيله من الماضي واعمله تعالى حميك، تعالى خليك مضارع. تمام؟ طب هنا مفيش ديد، الاجابه ما عنديش فيها اصلا ديد. تمام؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هخليه ماضي عادي زي ما هو. he went to school. تمام كده؟ نشوف اللي بعده. يلا حبايبي. what did he study? what did he study؟ هو ذاكر ايه؟ خلاص هو ذاكر. ليه؟ عشان did هتبقى he. بصوا بنجيبها من بعد did على طول اهي. الإجابة بتبتدي من بعد did. اتفقنا؟ he study هتبقى studied. دي English هو ذاكر English. تمام كده؟ يبقى احنا استفدنا ايه من الجزء ده؟ ان لو الجمله فيها كلمه did او كلمه didn't، سواء في النص بقى في الاخر في الاول، بحط الفيرب ما فيهوش ولا دي ولا اي دي ولا اي دي، بخليه في المضارع present. طيب لغايه كده احنا خلصنا الجزء بتاعنا ده بارت 1 عندنا. الليسن كام ده؟ انا مش فاكره هو كان ليسن كام اصلا. تمام؟ واتمنى يا رب تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، وتعملوا لي لايك يا جماعه. لايك ده بيبين لي ان انا كده فعلا ماشيه معاكم صح، ان انا كده فعلا تمام. الموضوع الاغاني دي عجباهم، طب موضوع كذا مش عاجبهم، طب مش عارفه ايه، عشان ابتدي ان انا اكمل معاكم ان شاء الله. سلام عليكم.